مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إحياء يوم ذكرى الشهداء في مختلف البلدان. التبرع بأكثر من 800,000 أطفال أسر الشهداء في مديريتي فرو ودقم حرج. تقديم تدريب حول تربية النحل في إدارة ضاحية دوغوغولا بمديرية صنعاء. قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على رفح خلف عشرات القتلى. حاملة طائرات أمريكية تصل كوريا الجنوبية لاستعراض القوة. عقوبات أمريكية على مسؤولين في شركة كاسبرسكي الروسية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أحيا المواطنون في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ذكرى الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الشعب والوطن. فقد أحيا الإريتريون الذين يعيشون في أكثر من 30 مدينة ألمانية ومدينتي بوسطن وماساتشوستس والمناطق المحيطة بها بالولايات المتحدة الأمريكية، وجوبا وأويل وبانتي ونمولي ويامبيو بجمهورية جنوب السودان، وجوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، ودبي بالإمارات العربية المتحدة، وواشنطن وسياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، ولندن واسكتلندا ومانشستر وبرمنغهام وليدز وشيفيلد وليستر سيتي ونيوكاسل وليفربول ونوتنغهام وكوفنتري وبريستول وكارديف وويكفيلد وميدلسبرا وساوث هامبتون ونيلتون كانيس بالولايات المتحدة ومدن الدول الاسكندنافية. أحيوا ذكرى الشهداء الأبرار بإعداد برامج تليق بعظمة المناسبة، مجددين التزامهم بتنفيذ أمانة الشهداء. وتضمنت الفعاليات التذكارية وقفات إضاءة للشموع والمشي على الأقدام ووضع أكاليل الزهور ومجموعة متنوعة من الفنون والحرف اليدوية. وأعلنت المعلومات أن الإريتريين المقيمين في بوسطن وماساتشوستس والمناطق المحيطة بها تبرعوا بأكثر من 22,000 دولار لمساعدة أسر الشهداء، في حين تعهد سكان جوهانسبرغ والمناطق المحيطة بها في جنوب أفريقيا بمبلغ 35,500 راند وتحمل مسؤولية دعم 5 من أسر الشهداء. وبالمثل تبرع الإريتريون الذين يعيشون في ستوكهولم والسويدية بما يزيد عن 60,000 كرونة سويدية لأسر الشهداء استمرارا لتعهدهم السنوي. تم توزيع 98,000 نقفة تبرع بها موظفو الحكومة على أسر الشهداء في مديرية لوقو عنسبة. وقال السيد إبراهيم حقوس مدير مديرية لوقو عنسبة أن الأموال التي جمعت من رواتبهم الشهرية وزعت على أسر الشهداء التي حددتها إداراتهم، في حين تبرع أهالي منطقة ليبان ب 27,500 نقفة، وتبرع أهالي منطقة دقي شحاي ب 7,500 نقفة، وتبرع أهالي منطقة مغركة ب 10,000 نقفة. وبالمثل تبرع شباب العامل في المؤسسات الحكومية والتجار بمديرية نقفة ب 81,000 نقفة لأسر الشهداء خلال برنامج تأبيني أقيم بمناسبة يوم الشهداء حسب إفادات وكالة أنباء إرينا. تم تبرع بأكثر من 800,000 نقفة لأسر الشهداء في مديريتي فرو ودقم حري بمناسبة يوم 20 من يونيو يوم ذكرى الشهداء. وقد تم توزيع 114,000 نقفة تبرع بها موظفو الحكومة والجبهة والاتحادات الوطنية بإقليم شمال البحر الأحمر والمديرية على أسر الشهداء في مديرية فرو. وفي حديثه في الحفل الذي أقيم يوم 19 من يونيو، شكر المدير التنفيذي للمديرية السيد فيسهاية قبر هواريات شكر الموظفين على مبادرتهم، وقال أنه فخور بأن هذه المبادرة الجيدة أصبحت تقليدا منذ ذلك الحين. وفي الوقت نفسه قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية فرو الماشية ل 35 أسرة بما في ذلك الأيتام والمعاقين وكبار السن من جميع إدارات الضواحي. ومن جهة أخرى تم توزيع 124,908 نقفة تبرع بها موظف الحكومة في مديرية دقم حاري على أسر الشهداء في 18 إدارة ضاحية. بالإضافة إلى ذلك تبرع سكان إدارات الضواحي بمديرية صنعاء بمبلغ 200,392 نقفة لأسر الشهداء. كما قام 3 محسنين من المواطنين بتقديم ملابس ل 95 أم في ماي ورقي و9 أمهات في هدامو. وفي جنوب البحر الأحمر تبرع تنظيم الشباب العامل الذي يضم حوالي 700 عضو مسجل بمبلغ 120,000 نقفة لأسر الشهداء بحسب وكالة أنباء إرينا.
تلقى 27 من أبناء الشهداء دورة تدريبية نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالتعاون مع مركز جيت لتدريب الكمبيوتر في مديرية تسني. أوضح مسؤول مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بمديرية تسني الشاب ملس كبراي أن التدريب المجاني الذي استمر ل3 أشهر شمل أولويات الكمبيوتر والتصوير الثابت والمتحرك والجرافيكس. وقال صاحب مركز جيت لتدريب الكمبيوتر الشاب دبسايم الآكي أن البرنامج نظم لتمكين أبناء الشهداء والمحتاجين من تلقي التدريب دون مصارفات مالية، مشيدا بالاهتمام الذي أبدوه. هذا وكان قد نظم المركز من قبل دورات تدريبية مماثلة ل40 من أبناء الشهداء. تم إجراء تدريب عملي ونظري لمدة 10 أيام للمتدربين على تربية النحل في منطقة دوغوغولو بمديرية صنعاء. وتضمن التدريب الذي نظمه الاتحاد الوطني للمرأة أنواع النحل وإدارتها وفوائد ومزايا الخلايا التقليدية والحديثة، بالإضافة إلى طرق الوقاية من آفات النحل وتقنيات تربية أسراب النحل. وقالت السيدة أفراح علي رئيسة فرع المرأة في المديرية أن المتدربين يكتسبون المعرفة ويصبحون مستفيدين من الموارد المحيطة بهم، كما تم تزويدهم بالمواد الأولية. وذكر مدير المديرية السيد إدريس علي شكر أن التدريب أخذ في الاعتبار موارد المنطقة ومرافقها المخصصة لتربية النحل، وناشد المتدربين بأن يكونوا قدوة للآخرين من خلال تطبيق التدريب الذي تلقوه على أرض الواقع. وقال المتدربون أنهم أكملوا التدريب باهتمام لأنه كان مفيدا للغاية في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، معبرين عن امتنانهم لإتاحة هذه الفرصة لهم. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، تعرضت مناطق غربي مدينة رفح في قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف انفجارات وإطلاق نار بشكل شبه متواصل. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مكتبها في غزة المحاط بمئات المدنيين النازحين تعرض لأضرار بسبب القصف، وحذرت من أن إطلاق النار قرب مكتبها يعرض حياة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني للخطر. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن طواقم الإسعاف والإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين 5 أشخاص وعدد من الجرحى بعد استهداف طيران الاحتلال لشقتين سكنيتين لعائلتي مشتهي وأبو العطا خلف مدرسة دير اللاتين في منطقة غزة القديمة وسط مدينة غزة. كما قتل 25 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال لخيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح، والتي قالت قوات الاحتلال أنها مناطق آمنة ودعت المواطنين للتوجه إليها. وصلت حاملة الطائرة الأمريكية USS ثيودور روزفلت أن أحد موانئ كوريا الجنوبية في استعراض للقوة ضد التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية، والتي اكتسبت زخما مع تعميق تعاونها العسكري مع روسيا. ودخلت حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية التابعة لمجموعة كارير ستريك جروب 9 القاعدة البحرية في ميناء بحري بمدينة بوسان، وانضمت إليها المدمرتان USS هالسي و USS دانيال إنوي، ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكوريا الجنوبية. وهذه أول حاملة طائرات أمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية منذ 7 أشهر من زيارة حاملة الطائرات USS كارل فيسون. ويأتي وصول حاملة الطائرات اليوم في ظل توقعات أن تقوم الدول الثلاث بإجراء أول مناورات ثلاثية متعددة المجالات ووسط جهود مشتركة لتعزيز التعاون الأمني في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية. في الخبر الأخير، كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في شركة الأمن السيبراني كاسبيرسكي لاب، ومقرها روسيا قضت حظر بيع برامجها الشهيرة لمكافحة الفيروسات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أعلنت فيه هذا التصنيف أن العقوبات الواسعة النطاق تستهدف العديد من كبار المسؤولين في كاسبيرسكي لاب، بينهم الرئيس التنفيذي للعمليات مع استثناء الرئيس التنفيذي والشركة نفسها. وتأتي العقوبات قضاء إعلان واشنطن حظر برنامج مكافحة الفيروسات الروسي كاسبيرسكي في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين في أماكن أخرى بالعالم من استخدامه. من جانبها تعهدت كاسبيرسكي اتباع كل الخيارات المتاحة قانونا للحفاظ على عملياتها وعلاقاتها الحالية،
وندد الكرملين من جانبه بالمنافسة غير العادلة من جانب واشنطن. وانتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تلك العقوبات قائلا: هذا هو الأسلوب المفضل للمنافسة غير العادلة من جانب الولايات المتحدة، وهي تستخدمه في كل مرة. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إحياء ذكرى يوم الشهداء في مختلف البلدان. التبرع بأكثر من 800,000 نقل لأسر الشهداء في مديريتي فرو ودق محرق. تقديم تدريب حول تربية النحل في إدارة ضاحية دوغوغولو بمديرية صنعاء. قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على رفح خلف عشرات القتلى. حاملة طائرات أمريكية تصل كوريا الجنوبية لاستعراض القوى. عقوبات أمريكية على مسؤولين في شركة كاسبيرسكي الروسية. مشاهدينا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.